يكون الجميع سواسية أمام القانون؟ هذا أمر طبيعي متفق عليه، يجب أن يكون الجميع خاضعين للقانون، ولكن نحن أمام إشكالية موجودة في طبيعة تشكيلنا السياسي، هو خلط بين الإدارة وبين السياسة بوصفها إذا ما وصفت كونها لعبة سياسية. في أي قانون أو أي قرار أو أي نظام داخلي تشرع بإعداده سوف تواجهك العقدة السياسية. الكل يعتقد أنه هذا يستهدفه إذا ما مسه، وبالتأكيد أي تشريع سوف ينتفع به ناس وسوف يتضرر به فئة أخرى، فالذي يتضرر سوف ينطلق من زاوية نظر ومن معتقداته بأنه استهداف سياسي، وهذا بطبيعة الحال يعني ينطبق انطباق تام على موضوع النظام إجراءات الحضور في مجلس النواب. أنا مع الانضباط، مع الإداء النيابي الراقي، مع المنهج العلمي، مع الالتزام والدوام المستمر. مثل ما قلت لدينا الكثير يجب أن نقدمه، الكثير من مشاريع القوانين متعطلة بحاجة إلى دوام مستمر، بحاجة إلى اقتراب من الآخر في كتلة الأحرار وفي بالتحديد التيار الصدري. هنا أقول هناك مرجعية دينية ومرجعية سياسية بالنسبة لكم. هل يعني هناك حث من هذه المرجعية بضرورة الالتزام وأداء ما عليكم يعني تحت القسم اللي أنتم أديتوه؟ هذا أولا ينطلق من منطلقات المكون السياسي. هل هو جاء بتكليف فعلا، بتكليف شعبي سياسي اجتماعي شرعي إلى آخره؟ يعني هذا يعني يختلف من كيان إلى كيان. ونعتقد فيما يتعلق بكتلة الأحرار كلهم وجودهم في العملية السياسية هو ليس ترف ولا حاجة إلا بمقدار ما هو تكليف يعني الشرعي قبل لا يكون يعني هو سياسي، ولما السياسة أصبحت ضرورة للحفاظ على استحقاقات جمهور التيار. طيب ما الفرق بين التكليف الذي كلفته هذه الكتلة، أو لنقل أنها كتلة تنتمي إلى تيار ديني مثلا، نعم، والفرق بين كتلة تنتمي إلى تيار ليبرالي علماني وما إلى ذلك؟ يعني أنا مع كل احترامي لمنهج الأداء السياسي للأعضاء الكتل الأخرى، يعني حتى سئلنا أين قضى النواب عطلتهم التشريعية للسنة التشريعية الأولى. أنا ما كان يعني أعتقد أقدر أتحدث باسماء النواب مجلس النواب العراقي، لكن بمقتضى الحال فيما يتعلق بكتلة الأحرار هم ولدوا من الداخل وانتهوا إلى الداخل وتكلفوا بمشروع العمل والانخراط في هذا السلك السياسي، وهم يؤدون ويبذلون قصار جهدهم. كنائب موجود مع زملائك الآخرين من الكتل الأخرى طبعا دون تمييز، هذه هي ضمن الحرية اللي كفلها الدستور العراقي بالمعتقد والاتجاه السياسي. نعم. إلى أي مدى تساهم الكتل السياسية بمنع تطبيق قانون استبدال الأعضاء، وما هي المبررات؟ يعني انطلاقا من قانون الانتخابات أيضا اللي كان الناتج الطبيعي لقانون الانتخابات أن تذهب الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، ربما بعيد عن السؤال. نعم. ولكن لدي ربط فيه أن أي قانون مثل ما أشارت معالي النائبة لا ينطبق انطباقا تاما على الواقع. الناتج الانتخابي كان يجبر القائمة الفائزة تذهب بتشكيل الحكومة، ولكن الواقع قرأ شيء آخر، قرأ المشاركة وقرأ أو الشراكة وقرأ التوافق. فإذا أي قانون حينما يصدر سوف يأخذ في نظر الاعتبار حساسية الشريك الآخر، وخاصة إذا كان يضره. فينبغي أن يكون هناك توافق بين أعضاء الكتل السياسية، توافق سياسي على تشريع كذا قانون ينظم عملهم النيابي أو ينظم حل أزمة معينة. التوافق يظل هو السمة السائدة في تطبيق القوانين، سواء كانت متعلقة في أداء العمل اليومي أو حتى في القضايا الاستراتيجية التي التوافق. هل هي الآن تزويق لمفردة المحاصصة؟ نعم. شكرا جزيلا أستاذ جواد.